ضيف فقط حاجة على كلامه لما تحدث على مدرب ذو شخصية قوية. أعتقد بأنه حتى تعداد المنتخب الوطني يحتاج إلى بعض الغربلة مثل ما حدث. كل مدرب لما يجي أنا نقول لك شيء واحد، ربما المدرب سواء بيسيرو ولا كيروش ولا إكس ولا إيكراك لما يجي في تربص شهر مارس القادم أعتقد بأنه سيستدعي كل اللاعبين، ما راحش يبدا ينحي لاعبين منذ تربص الاول، راح يستدعي الجميع مثل ما يحدث او مدرب هنا ولاعبين سابقين. راح تكون هناك اجتماع ربما مع كل اللاعبين من اجل المصارحه، كل واحد يتحدث على اسباب الفشل علاش ما مشاش. اعتقد بانه من هنالك المدرب راح تكون عنده فكره ابيبري على التعداد على اللاعبين على كل شيء. انطلاقا من هناك في شهر جوان ربما تكون فيه بعض التغييرات على مستوى تعداد المنتخب الوطني. اكيد ربما راح ينحي لاعبين ثلاثه باسكو سكي على الانتيريور دو جروب تاع ليكيب ناسيونال يعرفوه لي جوار مليح، هما اللي عايشين والناس اللي عايشه معاهم في الجروب. حنا ما عبالناش كاع الخبايا ولا لي بتي ديتاي اللي كاين في المجموعه واش كاين علاقه بين اللاعبين. لذلك اعتقد بان المدرب اي مدرب سياتي في شهر مارس سيستدعي كل اللاعبين من اجل معرفه كل ما يحدث داخل المجموعه. الى دي زيكو سيرمون كي يجي او يعرف واش كاين، الناس تحكي له كل شيء ما يحدث في المجموعه، لكن راح يكون قريب من اللاعبين باش يعرف واش أسباب الفشل الفني بالنسبة للاعبين المنتخب. انطلاقا من هنالك ستكون هنالك حملة لتغيير بعض اللاعبين، كاين اللي يروحوا روترات كاين اللي يتنحاو. والمدرب هذا بيسيرو محمد باش نعطيك معلومة، جامي ريح في فريق عامين أو 3 سنوات. يحب يغير بدا في 2004 واقل و5 في فريق سبورتينغ، وقل ابار الوحدة الإماراتي اللي ريح معاهم عامين، الاخرين لي زوتر كلوب كاع عام ويروح. ما طول في حتى سواء في منتخب او المنتخب النيجيري. ولاد بيسيرو sont obligés de lui signer عامين باسكو يا كوب دي موند 25 26 دونك يسيني عامين. حتى هو من حيث العمل ما ناش نحقروا نيجيريا، لكن حب يجيب راك تقول انت قلت باللي المدرب اللي يجي راح يعطوا له في البند تاع الكونترا يديروا له باللي مينيموم دومي فينال 2025 وكاليفيكاسيون الكوب دي مون. ها كاليفي وما يمشيش الدومي فينال الكوب دافريك. سمعنا يتنحى. لا بلال ماشي يتنحى. شوف كاين مدرب اللي ممكن يروح في الدور الاول، كاين بوادر تاع منتخب ممكن يحتفظوا به. تقول في الكونترا كاين مينيموم دومي فينال كوب دافريك. بصح ما يتنحاش 2025. ايماجيني لونترينور هذا يدير اون بون كوب دافريك، يتلاقى افيك ان تيمور في كارت فينال يتيليمينا ويخلي لك يعطيك هذاك ليسبوار بلي يا بون جو. رئيس الاتحاديه هو اللي يقرر يشوف واش كاين ولا واش ما كاينش. هي في الكونترا دومي فينال ولا ما لحقش تروح اوتوماتيكمون تروح ما ديرش كوب دي مون. من بعد لابريسياسيون تولي لرئيس الاتحاديه والمتابعين للمنتخب كيما حدث مع فايضالي لوتزيت سنه 2013. خرج في الدور الاول حضرنا 3 مباريات ضيعنا فيهم كثير وكنا لعبنا مليح وكل شيء، احتفظوا به. بعدها رحنا المونديال 2014 ودخلنا ليستوار اننا رحنا للدور الثاني، رغم انه في 82 ما حدث كنا قادرين نروحوا لا بريمير فوا في 82 ومن بعد يافي الماتش كومبيني اونتر الالماني والاوتريش. في 2014 فايضالي لوتزيتش مشى للدور الثاني رغم انه اقصي في الدور الاول في سنه 2013. بلال فهمت واش حبيت نقول لك؟ تما كيخليو بون ابريسياسيون في لا كوب دافريك وما لحقش دومي فينال. هنا تولي رئيس الاتحاد. انا ميدو جاب لي ربي تريح بزاف مع رئيس الاتحاديه. لا دخلت لنا ديريكت على هذا واسمه هذايا اسمه بيسيرو قال المدرب الجديد ماشي لا قلت بيسيرو ولا كيروش ولا اكس ولا ايكرا سا ديبون شكون اللي يطول. ما عندكش المعلومه 100%. نو مي سكي كونسيرن لي نيغوسياسيون متى الاعلان؟ بوتيتر مر هي الاتحاديه قالت بانه ستكون الاعلان سيكون بعد كاس افريقيا. تما اليوم من لو 15 يكون 3 ايام 4 ايام على من نهار الخميس، لكن الشيء الاكيد انه فيه مفاوضات متقدمه مع من لوكاس. اليوم راك الحد هذاك واش رايحين نقعدوا حتى الله فنديموها لوكاس خلاص. الشيء الاكيد انه فيه مفاوضات متقدمه جدا مع مدربين. الان الاختيار سيكون من طرف رئيس الاتحاد. لي سيفي اللي محطوطين كاع خلاو دوكا زوج حسب المعلومات المسربه يقولوا بلي كاين دو سيفي خلاوهم بوتي هم يتفاوضوا معاهم. ماك بالك مدرب وتعرف مفاوضات كيفاش تمشي، ممكن انه تتعثر في اي لحظه. كاين بلون 1 بلون بي
سي نورمال. لا، ممكن تتعثر بلا المفاوضات نعود يجي مدرب الى اخر. نهائي كاس افريقيا. اوسيمان كان الخاسر الاكبر بعد تتويجه بجائزه افضل لاعب افريقي، كان يمني النفس من اجل حمل السيد الكاس، ولكنه خرج بالدموع اليوم. والله شكل لاعب يتمنى يفوز بكاس افريقيا الامم بعد ما فاز هو ببالون دور افريقيا. قال انا نمشي للكوت ديفوار باش ناخذ الكاس، ما خداهاش، ولكن اللي جانا انكور على عام يزيد يلعب كوب دافريك واحده اخرى. هذا هو اليوم ما كانش عندهم الحظ. ونقول باللي الكوت ديفوار راني قلتها من الويتيام فينال حتى للنهائي الميريت سات كوب. نعم محمد، هذه هي كرة قدم، فيها ربح وفيها خسارة، هذه هي حياة اللاعب. نقول باللي أوسيمان من أحسن اللاعبين الإفريقيين اللي تحصل على الكرة الذهبية الإفريقية. هذه كرة قدم، مازال شاب، مازال يزيد يمد المنتخب النيجيري، وإن شاء الله بالك يفوز فيها. نعم. أعطينا في الأعوام الصور القادمة. إذا كانت جاهزة، الصور الجديدة بخصوص نهائي كأس إفريقيا. إذن هذه صور التتويج، فرحة عارمة بحضور رئيس كوت ديفوار الذي شارك اللاعبين. داروا بكاسكيط أمريكي. نعم الفرحة باللباس التقليدي الإيفواري، الحسن وتارا. نعم حسن وطارق. حتى الملعب اسمه هذاك يا وحيد سما روح سما اصطاد على روحه. موجودة في عدة بلدان بن شيخ أنه اسم مثلا الملعب بيكون على اسم الملك الموجود في تلك البلاد أو على اسم الرئيس موجود. تهضرناش على الملوك، لا تهضرناش على هضر اللي كاينه هذه في نقولوا اوروبا كاينه. لا غير موجود. نعم نعم. هكذا. إذا كوت ديفوار وفرحة كبيرة بهذا التتويج. إذا كان لديكم أي شيء آخر قبل أن نختم هذه الجلسة وهذه الحصة الأخيرة من برنامج في قلب الكان، تفضلوا. يعني برك بن ناصر اليوم نعم. لعب 63 دقيقة وخرج. كان في حديث على أنه مصاب، لكن حسب ديماتزيو واحد من أكبر الصحفيين في أوروبا وإيطاليا قال لك صورتي خروجه كان بسبب معاناته من تشنجات عضلية لاكرومب. دونك ما كانش إصابة، لعب أساسي. نتمنوا له التوفيق، ان شاء الله يعاود يولي المستوى ديالو. اما بخصوص كاس افريقيا اعتقد بانها إذن تؤكد بأن إصابة بن ناصر ليست خطيرة حسب ديماتزيو واحد من افضل كان قبل الاعلان عن صفقه عوده نيمار الى باريس سان جيرمان التي حطمته، كان مصدر المعلومه الاول نعم. في العالم، كان مثل ما هو اليوم هذه صور فابريزيو بن رومانو. ناصر نعم سيدي كرومب. شوف حتى طريقة تعامل زملائه معه تبين بأنها إصابة تشنج عضلي. هذا ما قاله حتى قلت لك ديماتزيو. كرومب سي نورمال يا محمد، هذه سي نورمال. السيد قاعد 8 شهور ما لعبش، نعم، ومن بعد يولي لو نيفو. سي نورمال هذو لي كرومب هذو من لا فاتيك. كرومب مناش تجي ملاعيه، سي نورمال. الحمد لله اللي ماشي حاجه، الحمد لله اللي ماشي حاجه اخرى. سنسير كله يقف ويصفق احتراما هم يحبوه لخاطرش بن ناصر ديجا يلعب مليح وحده، يتريش با يسونجاج يروح للشوك. دونك سي بور سا يحبوه.